ورجعنا لكم من جديد. يا هلا وكل الهلا بيكم حبيباتي. هسه راح نشتغل وياكم كيكة قياس 18 تحديد جنس البيبي. الكيكة لونتها باللون السمائي، بالفيديو السابق تلقوه بصندوق الوصف ومثبت بأول تعليق. خبطنا الكيكة وشرحنا التفاصيل، شوفوا الفيديو. اللي جاي رأسا لهذا الفيديو ما يعرف شنو التفاصيل اللي سويناها، روحوا على الفيديو راح تلقون كل التفاصيل مشروحة. هسه احنا هنا نريد نزين الكيكة اللي هي تحديد جنس البيبي، سويناها باللون السمائي. كيكتنا قياس 18 راح اخذ من عندها اللي احتاجه. خبطت اني نص كيلو طحين سبونج بالفيديو السابق وقسمته على قالبين، بس اني ما راح احتاج هاي القالبين، راح احتاج قالب واحد واخذ قطعة من هذا القالب الثاني. سكينة حادة اخليها بالطرف وأبد ما أحركها على الكيك، لا أني أضغط على القالب هنا، أضغط على القالب وأكشطها، لأن إذا طببتيها بالكيك راح تمرديها. وهاي بكل سهولة يطلع عندي القالب. اللهم صل على محمد وآل محمد. أضبط المنشار على الدرجة رقم 5، لأن أنا طبقاتي كل وحدة ارتفاعها 5 سنتيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونشوف اللون وياكم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا اللون اللي أني أريده، اللون السمائي. هذه القطعة الأولى وهاي القطعة الثانية. وناخذ هاي الثالثة. هاي القطعة الثالثة وهاي القطعة الرابعة. أني كيكتي 4 طبقات و3 حشوات استخدم لها، وهذا زاد عندي من المقدار الواحد. هذه قطعتين، شوف ارتفاعها. هاي تشيز وأضمهم وقت العازة أحتاجهم استخدمهم. هاي أول كوب وهاي الكوب الثاني. الكريمة اللي استخدمها هذه شيف باستري، شتا صيف أنا استخدم هذه الكريمة. هاي 1، هاي 2، هاي 3. شوفت 2 مي ب3 كريم. هنا نجي على همات فد خطوة مهمة بخط الكريم. نفس ما علمتكم بالعجين نفسه اعتمد على الكريم. نخلط كل المواد وعلى العجانة. الكريم أنا بعجانة باليوم أخلط على 4 دقائق على السرعة العالية. وهاي قوامها. هلا هلا بالمشبك، مو تروحون تكسرون. شوفوا مي بارد، كوبين استخدمت القياس اللي أريده، ويا 3 أكواب كريم. ينطيني هذا القوام اللي أشتغل به دائما صيف شتاء. نجهز الكريمة ونطلع من عندها الفقاعات حتى نبلش نحشي كيكتنا. حبيبتي المبتدئة، قالبش نفسه. شوفوا أنا هذا نفسه اللي شويت فيه. أجيب لي علاقة نظيفة وأخليها بالقالب بهالطريقة. هاي بيها ورق زبدة عادي، أنا آخر شي أطلعها. خليها بالقالب نرجعها
هي وبالقالب أحشيها. بعد انسي كيكتك تميل، خال أم أحمد كيكتي تصير عاجة من أحشيها ما تطلع لي عدلة، ماكو بعد هالحشي هذا. اعتمدي هاي الطريقة، حتى اللي ما تعرف تسقل الكيك راح يطلع عندها الكيك عدل. هاي الطبقة مال الكريم بهالطريقة، هاي خليها هنا. أول حشوة هذه راح تصير فوق من أقلبها، يعني أخلي حبيبات الكاكاو، خليت حبيبات الكاكاو وأخلي عليها الكراميل. حبيبات الكاكاو ويا الكراميل فشي كراميل، صوص الكراميل، المروار مال الكراميل. ما أكثر مروار كراميل لأن أني مخلية حبيبات كاكاو. نوزع هالحشوة بهالطريقة هاي. الكراميل المروار ويا الحبيبات كلش طيب. أنا ليش أخلي الحبيبات ويا الكراميل؟ على مود من تجي عليها طبقة ثانية ما تطمس عندي بالكراميل ويطلع منا ومنا حبيبات الكاكاو، راح تكمش لي الكيكة. نخلي عليها الطبقة الثانية. ونفس الطريقة نخلي الكريم تزرفك، ما تقول لي الحظ. هنا عندك توفي أو لوتس، أني توفي ما عندي راح أخلي لها لوتس. شوية خندللها. نخلي الطبقة الثالثة وأضغطها. شابك نغير التشيز؟ ما غيره، احنا ناس اقتصاديين. وهاي اللي بالنص اللي هي تكمشلنا. هسه احنا كملنا من الكريم بعد ما احتاجه. هنا عندنا الكاكاو. هاي الطبقة الثالثة خلصناها. هسه وين صارت كيكتش عدلة وبالقالب، تروحين تجمديها فد 4 ساعات بالفريز، ومن تطلعيها راح تطلعيها عدلة بلوكة. بالطريقة هاي. اسحب العلاقة. أبد ما أخلي فتافيت الكيك يطلعن برا الكريمة، وأحاول هاي شوية أصعدها لي فوق، أوزعها بالتساوي. شفتوا أنا حطيت الكريمة عشوائية، بس أخلي إيدي توزعها بالتساوي، يصير الكريم من أسفل الكيكة لأعلاها بنفس المستوى. وبالقاشطة أقشط الكريم الزايد. هنا أشوف وين أكو فقاعات أمليها بالكريم. هنا عندي فقاعة، هاي هنا ما أبقي مكان فارغ بيها، ما بيها كريم. أهم شي قاشتي أنظفها وأرجع أسقل الكيكة. غسلت قاشتي، شوفوا شلون ينطيني ملمس حلو نظيف. أشيل هذه الطبقة الفوق،
هاي صارت بيها فتافيت كيف ما اريدهم. انه بأسقل الكيكة من فوق. ونفس الحالة اغسلها، يلا اشتغل بيها. لان اذا عندك بيها كريم راح تشيل الكريمة اللي قبلها. شوفوا شلون تصير ناعمة. يعني هذا اللي اقصده، انه تشتغلون بادوات نظيفة حتى يصير صقلكم سهل وسريع وناعم، ما يحتاج لها اي تعب. شفتوا كل السهلة انه اني ما اشتغل بهيج قاشطة بيها كريم او امسح واجي ويبقى بيها اثر كريم، هاي هم ما اشتغل بيها. والخطوة الاخيرة قاشطة نظيفة وسباتولا هم نظيفة، القشطة النهائية للكيك. شفتوا هاي اخر خطوة وصلنا لها، انه نزين الكيكة بالاستيكرات اللي يطلبوها من عندنا، واللي هي شخصية دورا. واني ودا احفرها كل شوية. سانكر لا تسرق. اوف عذبنا هذا دورا. وبعد هنا شنو شلون اكو فشي. وهاي يمها هاي الشخصية الثانية. اوكي عمر البنية 4. هذني لزقتهم بصمغ. هاي بشكلها نثبتها، بما انه هي هاي الواجهية هذه هيك تصير. وهذه الحقيبة، وهذا سمكور. تعالي هنا. اوكي وهذه الخريطة. وهنا فراشة. شوفوا شغلات كل سهلة وسريعة. وهنا فراشة. وهنا نخلي فراشة، نخليها هنا. اوكي تدرجات اللون الوردي. وهنا نخلي هذولا. هذا الكيس أنا مسويته ب1000 دينار ومتوفر عندي عند مطيبات مريم خاتون. اليوزر راح أثبت لكم إياه بأول تعليق. هذا تقريبا 50-60 غرام. وهواي أشكال عندي منه، كلش حلو يصير بالتزيين. فأنا ما أريد هذا الأبيض البيض اللؤلؤ، خليه هنا يبين. أريد بس هاي الأشياءات شوية آخذ على الأطراف. وجهي للزايد. حلو بهذه النمنم بورد وهاي السوالف. خلينا نخليهم هنا ونلزقهم. وخلصت كيكتنا، وإن شاء الله تستفادون من عندها. كيكة سهلة وبسيطة وسقل سهل للمبتدئات، كلش تستفادون من عنده، وخصوصا بشغل الاستيكرات. نشوفكم على خير إن شاء الله. الفيديو القادم بحيل الله راح أسوي لكم قطع الكيك أيضا بطحين فيرو الاقتصادي. تحياتي لكم جميعا وبأمان الله.